صوتك لأن محدش هينفعك وقت الحساب. الحلقة بتبدأ عن أسطورة قديمة بتحكي عن بداية العالم. في الأول ما كانش فيه أي حاجة، مجرد ضلمة وفوضى، لحد ما ظهروا الحكماء وكونوا قارة عظيمة اتولد عليها 9 أعراق مختلفة. الأعراق دي هي التنانين والإلف والعفاريت والأقزام والشياطين والإلف السود والقناطير والوحوش، وأخيرا البشر اللي منهم بطل قصتنا. بعد المقدمة دي بنشوف بطلنا لايت، شاب بشري بسيط كله حماس وأمل، بيودع عيلته المكونة من أبوه وأمه وإخواته إلس ويومي، وبيوعدهم وعد من قلبه إنه هيبقى مغامر عظيم وهيخليهم يعيشوا في راحة. لايت بيسيب قريته الصغيرة وهو شايل حمل كبير على كتفه، وهو إنه يوفر حياة كريمة لأهله اللي بيحبهم. أول ما لايت بيوصل المدينة الكبيرة بيتصدم بالواقع المر. وهو ماشي في الشارع، اتنين من عرقه تاني بيزقوه بعنف وبيزعقوا له وبيقولوا له بعد من طريقنا يا قزم، البشر المفروض يعرفوا مكانهم ويبعدوا عن الطريق. لايت بطبيعته بيعتذر ومش فاهم سبب الكره ده، ودي كانت أول لقطة لايت عن التمييز العنصري اللي البشر بيعانوا منه في العالم ده. بيروح لايت لنقابة المغامرين عشان يسجل. الموظفة بتسأله عن اسمه وبيقول لها لايت، ولأنه أول مرة يسجل بتديله رتبة اف، أقل رتبة ممكنة. بعدها بتسأله عن الهبة بتاعته وهي قدرة خاصة كل واحد بيتولد بيها. لايت بكل فخر بيقول لها الجاتشا اللانهائية. الموظفة بتستغرب من الاسم وبتطلب منه يوضح. لايت بيحاول يوريها قدرته فبيبدأ يسحب كروت من الهواء وبيقول اطلاق، ولكن للأسف كل اللي بيطلع له حاجات تافهة وملهاش أي قيمة، زي شوكة معوجة، تفاحة بايظة، وعيش متعفن. لايت بيتحرج وبيقول والله هو عادة مش بيطلع لي حاجات زي كده، لكن الموظفة بتقول له بكل برود ايوه 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 رتبة اف، يلا مناسبة ليك. لايت بيسأل عن أي مهمات ممكن ياخدها دلوقتي. الموظفة بتلاحظ إنه مش بيعرف يقرأ كويس وبتعلق بالسخرية، ده المتوقع، نسبة الأمية بين البشر عالية جدا، وبتقترح عليه أشغال يدوية بسيطة زي جمع الحطب ونقل التراب، وبتكون مرتباتها ضعيفة جدا. لايت بيوافق وهو مضطر، وبيشتغل طول اليوم عشان يا دوب يكسب فلوس تكفي إيجار مكان ينام فيه. بعد يوم شغل مرهق لايت بيبقى جعان ومعهوش فلوس غير للإيجار، وهو ماشي بيفكر إن ممكن يسحب أكل من الجاتشة بتاعته، وفجأة بيخبط في واحد. الشخص ده بيزعله وبيقول له إن هدومه اتوسخت ولازم يدفع له ثمنها دلوقتي. بيسرقوا منه فلوسه القليلة اللي معاه وبيسيبوه مرمي في الشارع. لايت بيترجاهم يرجعوا الفلوس عشان مش هيلاقي مكان ينام فيه، لكنهم بيسخروا منه بيقولوا له روح نام في الزبالة مع باقي الحسالة اللي شبهك. في اللحظة دي بيكون حاسس باليأس والإهانة، وبتظهر بنت جميلة من الإلف اسمها ساشا بتجري عليه وبتحضنه وهي بتطمنه. لايت بيبقى مصدوم ومش مصدق ان واحدة من الإلف المعروفين بكبريائهم ممكن تعامله بلطف كده، وبيكون معاه واحد ضخم من جنس الوحوش اسمه جارو. ساشا وجارو بيقدموا نفسهم على انهم اعضاء في فريق اسمه اتحاد القبائل. بيقولوا ان الفريق ده معمول عشان يجمع كل الاجناس التسعه اللي موجودين في العالم، وهدفهم النبيل هو القضاء على التمييز العنصري وخلق عالم عادل للجميع. بيقولوا انهم ناقصهم عضو بشري عشان الفريق يكمل، وبيطلبوا من لايت ينضم ليهم. لايت اللي عمره ما شاف حد بيعامله باحترام كده بيحس ان حلمه بدأ يتحقق، وبيوافق فورا وهو طاير من الفرحه. لايت بينضم للفريق وبيبداوا رحلتهم في الهويه، اخطر واكبر زنزانه في العالم. في البدايه الامور بتمشي بشكل كويس، ساشا بتفضل مهتمه بلايت وبتخاف عليه، وباقي الفريق بيتريقوا عليها بيقول لها انها معجبه بيه. لايت بيحس انه اخيرا لقى مكان ينتمي ليه وناس مؤمنه بيه. دوره في الفريق كان بسيط جدا، مجرد بيعمل لهم شاي وبيساعد في الحاجات الصغيره، لكنه كان سعيد. ولكن يا عزيزي الحلو ما بيكملش، كل ده اتغير في لحظه. وفي مكان عميق ومعزول جوه الهويه ساشا فجاه بتقول للايت ببرود لايت انا بطردك من الفريق. لايت بيتصدم ومش بيبقى فاهم حاجه. جارو وباقي الاعضاء يبداوا يظهروا وشهم الحقيقي، بيشتموه وبيقولوا له انه عديم الفائده وكمان غبي. جارو بيقول له بسخريه هو مش واضح ولا ايه، انت خلاص مالكش لازمه لينا دلوقتي. وساشا بتكمل انا مش قادر احدد اذا كان غباء لايت ده بسبب نقص خلايا المخ عنده ولا دي طبيعه البشر كلهم. بيظهر الكره الحقيقي اللي كانوا مخبيينه. واحد منهم بيقول ريحه البشر عمري ما طقها، انا كنت بالعافيه بستحمل اتنفس جنبه اصلا. لايت وهو مصدوم بيسالهم ليه عملوا كده بعد ما كانوا لطاف معاه. فجارو بيرد عليه كنا بنمثل يهبل عشان كنا عايزينك في فريقنا طبعا. بيكتشف لايت الحقيقه المره وانهم ضموه للفريق عشان رؤسائهم كانوا شاكين ان قدرته الجاتشا اللانهائيه ممكن تكون علامه من مايسترو، يعني الشخصيه مهمه وغامضه الكل بيدور عليها. وكانوا بيراقبوه عن قرب، لكن لما اتاكدوا ان قدرته زباله واحساسه كبشر عاديه قرروا إن مش هو المايسترو، وبالتالي ما بقاش ليه اي لازمه. ساشا بتعترف بكراهيه انها كانت ممكن تتجوزه لو طلع هو المايسترو، وده طبعا عشان ياخدوا دم المايسترو، وان الفكره دي كانت بتقرفها. والاسوأ من الطرد بيكتشفوا ان عندهم اوامر صريحه بقتله. ساشا بتقول له بص يا ابني احنا عندنا اوامر محدده، اقضوا على اي مشاكل محتمله في بدايتها، ما تخلوش حد عايش، عشان كده احنا هنمحيك من الوجود. الفريق بيهاجم لايت بوحشيه وبيضربوه ويجرحوه بالسهام والسيوف. جارو بيستمتع بصراخ لايت وبيقول ايوه بقى كده دلعني، هو ده اللي بحبه في صوت البشر، صراخهم بيبقى زي المزيكا في دماغي. لايت بيجري وهو بينزف وبيترجاهم يسيبوه، لكنهم بيستمروا بتعذيبه وهو على وشك الموت. بيصرخ من قلبه انا عايز اعيش انا عايز اعيش. وفي لحظه يأس لايت بيدوس بالغلط على فخ انتقال فوري، والفخ بينقله لمكان اعمق واخطر في الهاويه. هو بينجو من اصدقائه الخونه، لكنه بيلاقي نفسه وحيد ومصاب في مكان مليان وحوش أسطورية. بيشوف وحش مستواه 1000 وبيعرف إنه اتنقل لأعمق جزء في الهوية، مكان محدش بيقدر يوصله. اليأس بيتحول لغضب وحقد، ولايت بيفتكر كل الإهانات والتمييز والخيانة اللي اتعرض لها. بيفتكر حلمه وأهله
وبيقرر إنه مش هيموت وبيصرخ بكل كراهية. كل ده كان كدبة، خدعة، نصب، خدعوني عشان يخلوني أنزل معاهم الزنزانة، وبعدين حاولوا يقتلوني. أنا هقتلهم كلهم، أنا مش هموت هنا، كلهم هيدفعوا الثمن وهقطعهم حتت للكلاب. وفي مواجهة الوحش اللي مستواه 1000، لايت بيستخدم قدرته الجاتشا اللانهائية للمرة الأخيرة. هو بيصرخ بكل قوته، وفجأة بيحصل اللي محدش يتوقعه، بيطلع من الجاتشا كارت نادر جدا، بتظهر منه خادمة جميلة وقوية جدا. الخادمة دي بتقتل الوحش الأسطوري في لمح البصر، وبتقول أنا ما عنديش رحمة لأي حد بيهدد سيدي. الخادمة بتعالج كل جروح لايت فورا، وبتعرف نفسها باسم ماي، وبتقول إنها كارت خارق الندرة ومستواها 9999، وإنها طلعت من الجاتشا بتاعة لايت، وبتعلن ولائها الكامل ليه وبتناديله بسيدي لايت. ماي بتستخدم قدرتها الخاصة وهي تقييم عشان تكشف لايت سر قوته الحقيقية، وبتشرح ان قدرته الكاتش اللانهائية مش ضعيفة خالص، بالعكس هي قدرة أسطورية. قوة الكروت اللي بتطلع منها بتعتمد على كثافة المنى في المكان، يعني مثلا على سطح الأرض كثافة المنى منخفضة، عشان كده كان بيطلع له حاجات تافهة، لكن في أعماق الهوية كثافة المنى عالية جدا، وده بيخليه يقدر يسحب كروت نادرة وقوية جدا زيها. لايت بيحكي لها عن الخيانة اللي حصلت له، وهي بتتعاطف معاه وبتقول له إنها تحت أمره ومستعدة تنتقم له وتجيب له رؤوس أعدائه دلوقتي. لكن لايت بيرفض وبيقول لها إنه لازم ينتقم بنفسه عشان هو كان ضعيف واتخدع، بس هو عايز يبقى قوي عشان يقدر يواجههم بنفسه. ماي بتحترم قراره وبتقول له امنيتك هي امنيتي يا سيدي لايت، لو انتقام الشخص هو اللي انت عايزه فانا هساعدك تحقق ده. لايت بيبدا يستخدم قدرته الحقيقيه في اعماق الهويه، وبيقرر انه يبني مملكه وقوه خاصه بيه عشان يبدا رحلته الانتقاميه. وفي نهايه الفيديو يا عزيزي، فيديو الانمي اللي انت بتشوفه ما هو الا خيال في خيال وبس. سلام.